السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنعمل كيكة البرتقال المميزة جدا بطعمها الحلو جدا وكمان ريحتها اللي بتقلب الدنيا. بجد كيكة البرتقال بحب اعملها جدا لانها ريحتها بتبقى حلوة قوي وكمان طعمها بيبقى احلى. يلا يا حبايبي نشوف كيكتنا ونشوف احنا عملناها ازاي، وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة. هشة جدا وخفيفة قوي. وكمان ان شاء الله في اخر الفيديو هنقول على شوية ملاحظات هتنفعك جدا وهتساعدك ان الكيكة تنجح معاكي من اول مرة. وبجد وداعا لفشل الكيكة ان شاء الله هتطلع ناجحة معاكي. يلا بقى يا حبايبي نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ نعمل الكيكة. بجد الكيكة حلوة قوي وان شاء الله هتشرفك في اي مكان تقدميها فيه، هتشرفك قدام حبايبك. كيكة حلوة قوي وطالعة خطيرة، لونها اصفر وطعمها كمان احلى. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ، يا ريت حبايبي اللي مشرفيني يعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني. هنبدأ بالمقادير. أول حاجة عايزة كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم ظرف كيك شيف، وثلاث حبات من البيض، 3 حبات من البيض وكوباية إلا ربع من الزيت، عليهم معلقة سمنة. معلقة السمنة هنا بتخلي الكيكة تدوب في البق دوبان، بتخليها طعمها حلو جدا. وكوباية من السكر، وكمان كوباية برتقان. خلاص، كوباية برتقان معصورة ومتصفية. خلاص. وطبعا هحتاج ظرفين من الفانيليا عشان البيض. خلاص. ادي كوباية البرتقان اهي. انا جبت البرتقان وعصرته في الخلاط وصفيته. خلاص. اول بقى سر من نجاح الكيكة ان انا بجيب البيض ولازم اجربه كده في طبق عشان اتأكد ان البيض سليم. خلاص. ببدأ بقى اجيب الخلاط بتاعي عادي خالص وبحط فيه البيض وببتدي ان انا اضربه، وكمان بحط عليه معلقة كبيرة من الخل. معلقة الخل بتفرق جدا في لون وهشاشة الكيك. خلاص. بس بتبتدي بقى ان انت تحطي السكر، كوباية السكر، لو عايزين تزودوا كمان ربع كوباية سكر. السكر حسب الرغبة يا حبايبي، بس كوباية السكر انا شايفة كده ان هي بتبقى مظبوطة على على المقدار اللي انا قلت لكم عليه. بس بعد كده انا كده ضفت السكر وضفت الكوباية البرتقان على البيض، وبعد كده اخر حاجة بحطها كوباية الزيت. خلاص. انا ضربت كل السوائل مع بعض وببتدي بقى ان انا اجيب الدقيق بتاعي، وطبعا بحط عليه ذرة صغيرة من الملح، وبضيف عليه كيس الكيك شيف. خلاص. ببتدي بقى بالمضرب اليدوي بعد ما ضفت البودر ان انا ادخل البودر كده في الدقيق. خلاص. ببتدي بقى ان انا اضيف كل السوائل اللي معايا على الدقيق اهو، واحدة واحدة، وبالمضرب اليدوي عادي جدا لحد ما اوصل لقوام الكيكة اللي انتوا عارفينه. انا على فكرة ضفت كمان معلقتين من الدقيق، يعني قولوا المقدار كله هيبقى 3 كوبايات الا ربع من الدقيق. طبعا الكوباية اللي بعاير بيها هي نفس الكوباية اللي معايرة بيها السوائل. خلاص. بجيب بقى صينية مقاس 30 وبدهنها بمعلقة من الزيت ومعلقة من السمنة. خلاص. وببتدي بقى ان انا اضيف كل الخليط اللي معايا في الصينية. وطبعا وانا شغالة في الكيكة بشغل الفرن على درجة حرارة 180. خلاص. ببتدي بقى ان انا اخبط الكيكة كده خبطتين قبل ما بدخلها الفرن. إيه ليه بقى؟ عشان ما تفتحش معايا من فوق كده اول ما بتخرج من الفرن. الخبطتين دول اللي انا بخبط الكيكة كده الصينية، يا ربي بخبط الصينية كده عشان ادخلها ما بتكون خدت فقاعات هوا كده وانتوا بتضربوا بالمضرب اليدوي. فضروري جدا ان انتوا تخبطوها كده قبل ما تدخلوها الفرن. بتطلع معاكم وناعمة جدا من فوق وما بتفتحش منكم. خلاص. ببتدي بقى ان انا ادخلها الفرن
وبظبط بقى درجة الحرارة، وبظبط على 180، وكمان بظبطها على نص ساعة، نص ساعة أو 40 دقيقة بالظبط. وفي آخر 5 دقايق أنا بختبر الكيكة بخلة كده، أو بسن سكينة رفيعة، آه، وبتطلع نظيفة السكينة. خلاص الكيكة كده استوت. ما شاء الله طالعة معايا بعد 40 دقيقة بالظبط، طالعة زي الفل، وطالعة لونها جميل جدا، وشكلها حلو قوي. انتوا عايزين تقطعوها كده زي الفل جميلة. انا بس حبيت، انا استنيت بس لما هدت الكيكة وقلبتها، وبس حطيت عليها شوية من سكر البودرة، وكمان حلقات البرتقال، بس يعني حاجة تديلها منظر حلو. يلا بقى حبايبي ما تكسلوش، وقوموا اعملوا لولادكم احلى كيكة، فرحوهم بيها بجد، بتبقى حلوة جدا، طعمها بيبقى خطير جدا، وولادكم ان شاء الله هيحبوها ويفرحوا بيها. يا رب يا حبايبي تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسونيش بقى حبايبي باللايك والاشتراك في القناة. الملاحظات بقى اللي انا قلتلكوا عليها، اول حاجة طبعا انا ما بنساش معلقة الخل مع البيض. معلقة الخل هنا بتفرق جدا في لون وهشاشة الكيكة. كمان ما شغلش الفرن بدري قوي، يعني ما شغلوش قبل ما ابدا في الكيكه، لا، وانا شغاله في نص كده الايه في نص عمايل الكيكه ببتدي ان انا اشغل الفرن. ليه بقى؟ عشان ما يحرقليش الكيكة كده اول ما ادخلها، لا، يبقى محقق درجة الحرارة المظبوطة. بس وما بتطلع الكيكة ما بقطعهاش على طول كده وهي سخنة، بستنى لما تهدى معايا خالص، عشان التقطيعة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده تبقى جميلة، وايه، وما تفرولش منكو كده. خلاص. وزي ما قلتلكوا لازم تخبطوا الصينية قبل ما تدخل الفرن عشان ما تفتحش منكم من فوق، وإن شاء الله هتنجح معاكم من أول مرة. يا رب يا حبايبي تكون بجد الطريقة عجبتكم. ما تنسوش حبايبي بقى، أنا مستنية تعليقاتكم ومستنية تطبيقاتكم. شكرا حبايبي لمتابعتكم.